النهاردة هنحكي حدوتة قديمة عن ساحر أسطوري، قصة ممتعة بتحكيها لنا أشجار النيل. هنطلع في رحلة عبر التاريخ ونشوف حكاية عن بطل تاريخي غامض اسمه الأمير ستني خمواس. الأمير بتاع حكايتنا عاش في أجواء خلابة، مملكة أسطورية تاريخها مجيد، بتفيض بحكمة ربانية مقدسة، بستان من الحكايات البديعة، طبيعة سحرية وجنة مزدهرة في الحماية الإلهية. الأمير الغامض خمواس كان ابن ملك مصري مجيد، اسمه معروف في العالم كله لحد النهاردة، ابن مصر البار الملك رمسيس العظيم. مسيرة خمواس مهيبة، أمير محبوب صاحب كاريزما، روح ساطعة من قلب النيل، وتربية حربية احترافية صقلتها المشاركة في معارك كبرى. بطلنا الأسطوري كان على اطلاع هائل على الحكمة والفلسفة والمعارف الروحية القديمة. ابننا العظيم كان موسوعة في حكايات الماضي والحكمة الدينية وأسرار الكتب القديمة، وخبير في التحف والأنتيكة وعلوم الهندسة المقدسة. وكان دوره الطبيعي إنه يصبح كاهن الحكمة في منف. خمواس ابن لمدينة الأقصر، وهو ده معنى اسمه المتجلي في وست أو الأقصر. من الأمور اللي خمواس منحها اهتمام كبير مسألة الحفاظ عن التراث واتصال الإنسان بالجذور. كان خبير عظيما في علم الأركيولوجي أو التنقيب الأثري، ويعتبر أول الرواد في تاريخ البشرية في الحفاظ على الآثار وترميمها. خمواس المصري كان رائد جليل في اكتشاف كنوز التراث الإنساني وإحياء حكمة الأجداد ومعارفهم المقدسة وكنوز الأسرار السماوية. الجداريات اللي عايشة لحد النهاردة بتحكي لنا عن مشاركة خمواس في الاحتفالات المصرية وحضوره وسط أهل مصر في المناسبات والأعياد في الصعيد وبين أشجار وعمران المندنة المصرية. مع مرور العصور أصبح اسم ستني خمواس زي الشمس اللي بتفيض بروح الإلهام وعظمة الروح، وظهرت حكايات كتير عن مغامراته زي رحلته البديعة مع الأمير المصري نفر كبتاح لما كانوا بيدوروا عن كتاب تحوت الأسطوري. خمواس وزوجته طلبوا من ربنا يبقى عندهم ابن، ربنا رزقهم بابن اسمه سي أوزير. سي أوزير كان صاحب مواهب سحرية غامضة وأصبح له شأن عظيم، وله حكايات عجيبة بتتغنى بيها حتى الشعوب التانية زي الإغريق. منها قصة عجيبة حصل فيها إن مشعوذ أجنبي كان عاوز يتحدى عظمة مصر، وقدم للمصريين لغز مفيش إنسان يقدر عليه، لكن سي أوزير المصري ابن خمواس العظيم قدر يتغلب على سحر المشعوذ الأجنبي. سي أوزير حل اللغز وانتصر لأهل المحروسة. خمواس ساب تأثير هايل على الوعي الأوروبي. روحه النبيلة شجرة مزدهرة في العالم السماوي بين النجوم، والمفكرين في الغرب بيعتقدوا إن خمواس لسه بيقدم إيد المساعدة للإنسانية رغم انتقاله للعالم الآخر من أكثر من 3000 سنة. بيرشد مريدي الحكمة والباحثين عن معنى الوجود. مقبرة ابننا موجودة في سقارة في الجيزة، وتماثيله بتزين متاحف العالم زي متحف برلين. الأمير خمواس حارس الأسرار كان إنسان راقي بديع وشمس أسطورية للحكمة. حكاياته الصوفية بنسمع صداها في الحكمة الهرمسية، أسراره الروحية زي العطور في سراديب السرابيوم السحرية. خمواس مثال لكل كائن بيسعى لإحياء أجمل ما في الماضي والحفاظ عليه عشان نستلهم منه أعظم حدائق وشواطئ المستقبل.